ازاي؟ اخبارك ايه؟ نعم والله. احنا عايزين نراجع ايام زمان يا ريس. عمرها ما ترجع. هو واحد بس في مصر، الفطار هاني بيه. ما بترجعش. كل سنه وانت طيب. انت طبعا حبيب بتعمل اقوى افطار لل تعالى كده هاني بيه، تعالى كده سعيد. سعيد، تعالى كده سعيد. دايما استاذ احمد الفضالي، كده بس يا كلمه جماعة. لمصطفى بكري نيجي كده. حفل الافطار الوطني اللي كان تعالى كده هاني بيه، تعالى كده هاني بيه. كله بيناضل من اجل مصر الحقيقه، وكل وطني وكل صحفيين وكل الاعلاميين. انا بعتبر ان الاصطفاف الوطني دايما مطلوب في هذا التوقيت، وعلينا كلنا ان احنا نصطف خلف الدوله المصريه في هذه الظروف عشان تفضل مصر قويه. حبيبي. يا باشا. استاذ جمال علام، ممكن كلمه اليوم الجميل ده؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الشعب المصري كله ان شاء الله، وباذن الله يكون يوم سعيد على الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. باذن الله يكون رحمه على مؤسس هذه الدعوه الدكتور محمود بكري، وربنا يجعل مسواه الجنه ان شاء الله. وده يوم جميل جدا بيتجمع فيه كل اهالي الصعيد والقبائل والقبائل العربيه في يوم واحد، بيبقى فيه يوم جميل جدا لصالح شعب مصر. ربنا يوفقكم. استاذ جمال علام وحريص دايما ان هو يكون متواجد في هذا اليوم. طبعا لان اساسا الدعوه اساسا لابناء الصعيد الاقصر وهنا، فلازم اكون موجود لان انا المولود في الصعيد. لازم. كل سنه وانتم طيب. طيب.